خرجنا من رمضان والعيد، اكلنا حلويات وكحك وبسكويت بقى وزدنا 600 كيلو. نعمل اكل هيلسي عشان كله اللي رشقتنا. قررت اعمل اكل هيلسي تعويضا للي حصل الفترة اللي فاتت، فهعمل معاكي اسهل طريقة للبانيه الصحي ومن غير زيوت ولا تحمير. انا كان عندي نص كيلو بانيه، طلعته وغسلته كويس تحت الحنفية بمية فترة. هغسل فيه وهدعكه بايدي كده تحت المية لحد ما ينزل اي مادة لزجة فيه، ولازم المية تكون جارية عشان تجدد المية. تقدري تنقعيه محلول نقع، بس انا استغنيت عن الخطوة دي لان البانيه اصلا كان ناعم جدا، ولو اديته في محلول كان هيتهري مني، فاكتفيت بالخطوة دي فقط. بعدها هسيبه يتصفى كويس جدا عشان لما اجي اتبله ما ينزلش ميته في التتبيلة ويخليها صيصة وملهاش طعم. خلاص نشف كده وصفى ميته، هجيب مقص او سكينة واقطع البانيه. تقدري تعمليه سليم حسب رغبتك، مش شرط يتقطع يعني. التقطيع ده لو انتي حباه شبه الشاورما